في وقت من الأوقات مصر كانت جنة. النيل بيجري، الخضرة مالية الوشوش، والذهب في الأسواق بيتبادل زي المياه. بس سنة 458 هجري، يعني حوالي سنة 1065 ميلادي، حصل اللي ما يتصدقش. الناس في مصر بدأوا ياكلوا القطط، وبعدها الكلاب، وبعدها الحشرات، وبعدها بعضهم. المجاعة اللي حصلت كانت مرعبة لدرجة إن كاتب التاريخ سمتها الشدة المستنصرية، واللي حصل فيها يخلي الجلد يقشعر من أول كلمة لآخر نفس. كل سنة النيل بيجي في ميعاده، بيغمر الأرض، يروي الزرع، الناس تفرح وتغني وتعيش. بس السنة دي النيل مجاش، واللي بعدها برضه مجاش، وسنة ورا التانية، 7 سنين عجاف. مفيش زرع، مفيش أكل، مفيش مية، مفيش حياة. الأسواق فاضية، المخابز مقفولة، حتى العصافير اختفت من السما لأنهم اتاكلوا. الناس بدأت تبيع كل حاجة عندها، البيت مقابل رغيف. في حارة كاملة في الفسطاط اسمها حارة الطبق، كل بيت فيها اتباع برغيف واحد بس. الناس في مصر كلها من غني لفقير بدأوا يأكلوا أي حاجة. الكلاب والقطط اتذبحت واتطبخت. الناس كانت بتخزنهم في القدور وتبيعهم في الأسواق إنهم لحم عادي. وفي ست كانت بتبيع لحم قدام بيتها، وكان كل اللي يشتري منها يرجع ما يلاقيش قريبه. واكتشفوا في الآخر إنها بتصطاد الناس وتطبخهم وتبيعهم. في ناس بقت بتكف على السطوح ومعاهم خطاطيف في حبال، أول ما واحد يمشي في الشارع لوحده يخطفوه، يتجر للبيت، يتذبح ويتاكل. كان في ست مشهورة وقتها في القاهرة اسمها في كتب المؤرخين أم كنانة، كانت بتستدرج الأطفال بكلمة حلوة ولقمة، ولما يدخلوا بيتها ما يخرجوش تاني. اتمسكت بعد ما الناس شافوا دم في الشارع نازل من بيتها، ولما دخلوا لقوها بتطبخ جثة طفل. الخليفة المستنصر بالله نفسه، اللي المفروض بيحكم البلاد، اضطر يبيع أثاث قصره وباع خشب قبور أجداده علشان يشتري أكل. كان واقف في الشباك بيبكي، مش على البلد، لا، على نفسه، لأنه مش لاقي رغيف. وفي قصة مرعبة اتقالت عن الوزير اللي راح علق مجموعة لصوص على شجرة في الميدان، رجع تاني يوم لقاهم عظم بس. الناس كانت جعانة لدرجة إنها أكلت المشنوقين. بعد 7 سنين من الجوع والرعب، المستنصر بعت لبدر الدين الجمالي قائد جيوش الشام، وقالوا: الحقنا يا بدر، الناس كلها بتموت. بدر دخل القاهرة بجنوده، مسك اللي بيخزن الأكل وفتح المخازن، نظم الري، نظم الأسواق، وزرع الأمان تاني في الشوارع. ومن يومها الناس سمت الحي اللي عاش فيه الجمالية تيمنا بالرجل اللي أنقذ مصر من أكل اللحوم البشر. الشدة المستنصرية مش مجرد مجاعة، دي كانت كابوس. 7 سنين من الدم والدموع والجنون. اتكتب عنها في كتب المؤرخين زي المقريزي وابن إياس، واتفهمت على إنها علامة من علامات الساعة. بس السؤال الحقيقي، لو الجوع رجع والفيضان غاب وانت اتزنكت، هل هتفضل بني آدم ولا هتتحول لوحش زيهم؟ لو عجبتك القصة متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، واكتب لي في الكومنتات لو كنت عايش وقت الشدة المستنصرية كنت هتعمل ايه؟